عايز تبقى شاطر خليك كسول. بس استنى، الكسول الذكي بيسأل سؤال واحد. يعني المثال ده مثلا الحلين صح، بس في حل في 5 خطوات، في حل في 3 خطوات. حتى الحل في 5 خطوات هكسل اشرحه، لكن الحل اللي في 3 خطوات هو اعتبر ال25 100 على 4، وكان طبعا سهل جدا يضرب 100 في 48 بعد كده يقسمها على 4. وده مهم جدا لأن دايما مطلوب منك سواء كنت مهندس أو دكتور أو موظف إنك تحل المشكلة بأسرع وأوفر وأسهل طريقة ممكنة. عشان كده دايما بقول لطلابي استعمل قبضة حتى لو شفت مسألة أنت البعبع. عارفها، خد وقت بس ارجع خطوة لورا وفكر تاني. ممكن الثانيتين اللي انت فكرت فيهم دول يوفروا عليك وقت كتير ويمنعوا ان انت تغلط غلطات انت حتى ما كنتش متخيل انك تقع فيها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واشوفك في فيديو جديد.